السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير جميعا. هنعمل النهارده 3 لتر من الصابون السائل بمكون غريب جدا جدا ما يخطرش على بالكم ابدا، وللاسف كلنا بنرميه مع ان ما تتخيلوش فوائده ابدا. اثناء الفيديو ما هو شغال هعرض لحضراتكم فوائد المكون ده من على اكتر من موقع. هتستخدموه في تلميع الازاز، وهتستخدموه في تلميع السيراميك وغسيل المواعين، تلميع الالومنيوم، كل حاجه تتخيلوها. اجمل حاجه ان ال3 لتر دول مش هيكلفوا علينا اكتر من 5 جنيه زي ما بقول لحضراتكم كده بالظبط. هتقومي تعمليه دلوقتي حالا عشان مش هتحتاجي اي مكونات تجيبيها من بره. ده اول مره بتشوفوني، معاكم اميره شعراوي من قناه ميرو شعراوي. عايزه منك قشر الموز، ايوه زي ما سمعتي كده بالظبط. اظن الموز موجود طول السنه دلوقتي، يعني صيف شتاء هتلاقيه موجود. طبعا كنا بناخد القشر ده ونرميه في الزباله. اوعدك بعد الفيديو ده عمرك ما هترمي قشر الموز تاني. انا دلوقتي جبت قشور 3 موزات وبدات ان انا اقطعهم قطع صغيره. محتاجه منك نص صابونه بشره اصغر حاجه، دي صابونه دوش ام 6 جنيه، انا اخدت نصها بس يعني 3 جنيه. عندك بواقي صابون بشره تمام، عندك صابونه غسيل برضو تمام. بصوا، بعيدا عن المنظفات تعتبر قشور الموز غسول حلو جدا ولطيف للبشره. تفركي المنطقه اللي انت عايزه تعالجيها وهتسيبيها لمده 15 دقيقه، وبعدين هتكرري الموضوع ده كل يوم لمده 10 ايام وشوفي النتيجه. طيب حطيت قشور الموز مع ال 30 جرام صابون البشره وحطيت عليهم 1.5 لتر كاملين من الميه. بصوا هنا كمان قشر الموز بيستخدم في ازاله البقع الصفراء من على السيراميك، لان هو بيعمل طبقه مينا، القشر نفسه بيعمل طبقه مينا على السيراميك وبيمنع تكون الاوساخ عليه مره تانية. بدأت ان انا احطه على النار يغلي وهسيبه بس ايدي فيه علشان ما يفرش. هنا كمان ازالة الغبار باستخدام قشر الموز، وطبعا هنا بيقصد بالجزء الابيض، يعني هننضف التنظيفات دي كلها بالجزء الابيض اللي موجود في القشر من جوه. طبعا مع الوقت هتبصوا تلاقوا لون الميه بيبدأ يغمق، وطبعا ده طبيعي جدا. يعني احنا الموزه نفسها لما بنقشرها وبنسيبها شويه لونها بيبدأ يسود كده ويغمق. بصوا حضراتكم اللون بدأ يغمق معايا خالص. وعايز اقول لكم ان الفايده اللي موجوده في القشر هي الفايده اللي موجوده في الموز. تصدقوا بقى وما تصدقوش برضه هتقروا الكلام ده. الخشب، تلميع الخشب رهيب رهيب لو استخدمتوا قشور الموز. هنغليها وهنسيب الميه دي تبرد، وهنبدا ان احنا نجيب فوطه ونحطها في الميه اللي فيها قشور الموز ونبدا ان احنا نلمع الخشب. كتير بيسالني عن افضل طريقه لتلميع الخشب، جربوا قشور الموز. بدات ان انا اصفيه بعد ما اتاكدت ان انزل كل الفوائد اللي فيه. وبصوا قشر الموز يعتبر مرطب للجلد، اللي هو الاساس اللي معمول من الجلد. يعني لو جبتوا قشر الموز وبداتوا ان انتوا تفركوا بيه اي كرسي جلد، كنبه جلد، وبداتوا ان انتوا تمسحوها بفوطه ناشفه، بعد كده هتبصوا تلاقوها نطفت، وكمان الجلد بقى معانا في لمعه كده، وكمان بتحافظ عليه من ان هو يشقق. معايا اي نوع صابون سايل، حتى لو مش عايزه تستخدمي صابون سايل خالص مش مشكله. انا الفايده بتاعه الفيديو النهارده في قشر الموز نفسه، يعني حتى لو غليت واخدت الميه بتاعته ونضفت بيها مش محتاجه اي حاجه معايا تاني. انا دلوقتي حطيت كوبايه من الصابون السايل، عايز تحطي كوبايتين تمام، بس انا استخدمت كوبايه واحده. بصوا يا جماعه، الزجاج، تلميع الزجاج بواسطه قشور الموز. تقدري ان حضرتك تجيبي قشر الموز وتلمعي بيه الازاز بتاع الفرن او اي ازاز موجود عندك، بينظف وبيلمع وما بيسببش اي نوع من انواع الخدوش. ودلوقتي زودت لتر ميه تاني، بقى معانا 3 لتر، لتر ونص في البدايه خالص اللي غليت فيهم الصابون وغليت فيهم قشر الموز، وكوبايه من الصابون السائل، وكمان لتر من الميه حطيته تاني. التصديفه اللي حضراتكم شايفينها دي نتيجه صابون البشره. بصوا، عايزه اقول لكم ان الريحه حلوه جدا جدا. عايزه اقول لكم انه بينظف وبيلمع معايا، بصراحه ما كنتش اتخيل انه هيطلع بالجمال والروعه ده. حطيت معايا معلقه كبيره من بيكربونات الصوديوم، بعزز بقى الصابون بتاعي. بيكربونات الصوديوم حلو جدا جدا في التنظيف، ودايما اقول لحضراتكم ما بستغناش عنه في اي منظفات، وكمان بيقضي على اي روايح كريهه. ال3 لتر دول يا جماعه ما فيهمش لزوجه، علشان بس ما حدش يقول ايه ده خفيف. هو خفيف، انما انا مش هتفرق معايا اللزوجه، مش هيفرق معايا القوام، مش هيفرق معايا الريحه، مش هيفرق معايا اللون. اهم حاجه المكون اللي انا بستخدمه النهارده وهو قشور الموز. باكد على حضراتكم تاني ان لو عندك صابون غسيل تقدري تستخدميه. عايزه تستخدمي الصابونه كلها تمام، نصها تمام. لو عندك بواقي صابون بشره تمام. لو مش عايزه تحطي ولا صابون غسيل ولا صابون بشره ولا حتى صابون سائل، انا اهم حاجه عندي ان انا اغلي القشور واخد الميه بتاعتها وابدا بقى ان انا احطها زي ما انا عايزه.
غسيل الملابس انا يعني بصراحه ما جربتوش في غسيل الملابس، ولكن لو هو بينظف معايا السيراميك وبينظف معايا الازاز وبينظف معايا المواعين وبيلمع الالومنيوم والاستانلس والحاجات دي كلها، فاكيد لو انا عندي بقع في الهدوم مفيش مشكله ان انا اجرب. يعني احنا الفكره كلها ان احنا بنجرب طول ما احنا عايشين بنجرب. انا هنا سبته بقى حوالي ساعه كده وانا حطيت عليه اللون، واللون ده طبعا اختياري براحتك خالص، مش عايزه تحطيه ما تحطهوش. انا كنت حاسه ان هو ملوش لون وحطيت لون وبرده طلع ملوش لون في الاخر، يعني ما كانش ليه اي لازمه. هوريكم بقى حله الومنيوم عندي كده كنت برده سلقه فيها. انا قلت لكم الحله دي بستخدمها في سلق بقى البطاطس والبيض والكلام ده كله، مش بسلق فيها اكل يعني. فبصوا بقى شكلها مطوس ازاي. هنحط شويه صغيرين. رغوته حلوه قوي يا جماعه، بصراحه رغوته جميله. طبعا مش بسبب القشور، يعني القشور مش بتاع، ولكن بما ان احنا مستخدمين صابون سائل ومستخدمين صابون بشره جزء صغير يعني، فهو الرغوه اللي عامله كده ريحته حلوه قوي يا جماعه، ما تقلقوش خالص. ويا ريت لو هتجربوا الوصفه دي بلاش تعملوا كميه كبيره، علشان خاطر انا ما اعرفش الحقيقه لو قعد مثلا شهرين 3 هل ممكن يسبب عفونه ولا لا. انا الحقيقه ما جربتش. جربوا الفيديو وبحبكم في